مين ابرز المقربين لعلي عبد الله صالح وتم ابعاده؟ كثر يعني. ابرزهم عبد القادر باقمال رحمة الله عليه، وهذا أذكى رئيس وزراء بعد حيدر أبو بكر العطاس. على فكرة أنا بعرف رؤساء بعلاقة شخصية وليست معرفة صحف، أو أنا بعرف الرئيس عبد الفتاح إسماعيل، أعرف الرئيس علي ناصر محمد، أعرف الرئيس حيدر أبو بكر العطاس، أعرف رئيس الوزراء عبد القادر باقمال. هذا ربطتني علاقة استثنائية، وربما أفضل أوقات علي عبد الله صالح عندما كان هو رئيس وزراء. وكان واضح يقول الذي لم يغتني في هذا الزمان، زمن علي عبد الله صالح، لن يغتني في أي زمن آخر. رجل لا يدلس، لا يعني يلبس أقنعة، يعرف الفساد ويشخصه. فلان خذ موضوع الفلاني وكذا كذا كذا، اشترى بكذا وربح كذا، يعني كان رئيس وزراء قادر على قول الحقيقة تجاه نفسه وتجاه كل المنظومة. وبالتالي أنا بعتبرها فصل صيف يعني لإدارة موارد بلد بالطريقة التي تمت الإدارة بها. لكن عبد الفتاح إسماعيل يختلف، الرجل مفكر وكاتب يعني لنظريات يعني في التحرر الاجتماعي والتحرر السياسي، وأيضا قائد دولة وحزب، مؤسس حزب، ورومانسي، يكتب شعر كمان. يعني لما نقعد في المكتبة بتاعته في عدن يعني تمر 3 4 ساعات لا نشعر بها، وتربطني علاقة ممتازة جدا بجميع أفراد أسرته، يعني الإناث والذكور. يعني دائما نلتقي على شيء حلو يفكرنا به. والرجل يعني مثل علي عبد الله صالح يعني بالضبط، يعني اغتالوه رفاقه، مثل ما يعني سنحان لم تقاتل مع علي عبد الله صالح، ويعني سلمت مبنى الثنية البيت، يعني بيت علي عبد الله صالح، بينما كل واحد منهم كان يفترض أن يقود العشرات من القادة العسكريين، وأيضا يعني يدير معسكرات بالشامل، ومع ذلك لم يقاتلوا معه. وعبد الفتاح نفس الحكاية. ولكن يعني علي عبد الله صالح لن يموت بسهولة لسبب بسيط، لن يأتي رئيس أفضل منه خلال 50 عام من الآن.